السلام ورحمة الله وبركاته. تحية إلى قناة الجزيرة وإلى أخونا الشيخ الفاضل. بقول أنا وراء كل مجزرة ومقبرة وفتنة وزعزعة في الصف الإسلامي أمريكا صراحة يعني. أمريكا ومشتقاتها تزرع يعني عندها أسلوب لزرع الفتن بين الصفوف الإسلامية. أمريكا في لحظة من اللحظات كانت تدعم لضرب موسكو، لضرب الجيش الروسي في أفغانستان، وفي لحظة من اللحظات كانت تدعم المرحوم صدام حسين. يعني في كل الأحوال يا أستاذ أحمد، حتى لا نواصل هذه قراءاتك التي قد تكون هناك آراء أخرى تخالفها، فإن كان لديك سؤال يمكن أن تطرحه حتى لا يتشعب بنا الحوار إلى مناطق أخرى. تفضل. نعم عندي، أنا بقول نعم عندي. هل صوتي مسموع أختي الفاضلة؟ مسموع، تفضل سؤالك سيدي. نعم، أنا بقول صوماليا. يبدو أننا فقدنا الاتصال بأحمد. يد واحدة بين الصفوف، يد واحدة. وأصحابة العسيون اجتمعنا تكسرا، فلما تفرقت تكسرت آحاده. مصيبة أن يتفرقوا. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك يا أحمد. من تشاد معي حسين مسار في قناة الجزيرة. وأنا يعني أعتقد أن الصراع سابقا كان ضد المحتل. الآن ما هو المبرر؟ ندعو الأطراف أن يعني يتحدوا ويعيدوا الدولة، بناء الدولة أهم من هذا التناحر، لأن المرجعية واحدة، كلهم أطراف إسلامية. لماذا هذا الاختلاف؟ شكرا لك يا حسين. شيخ شريف يعني هو صادق على تطبيق الشريعة الإسلامية شكرا حسين. إلى الإمارات ومعي من هناك عبد الرحمن عثمان. عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييكم ضيفك الكريم. وثانيا أريد أن أنبه بكم شيئا. أولا أنه المشكلة ليست يعني كما تقولون أنه المشكلة في الصومال. المشكلة هي في جنوب الصومال أولا. ثانيا ضيفك الكريم يدعم الشيخ شريف، ونحن نعرف أن جنوب الصومال يعني كله، وحتى العاصمة يعني وسطها هي تحت سيطرة الإسلاميين التابعين للشيخ طه أويس. فإذا هل الحكومة التي تدعمك يا ضيفك يا أخونا العزيز، حكومة القصر الرئاسي اللي تدوق به القوات الأجنبية، هل هذه هي حكومة الصومال الجنوب؟ شكرا. شكرا لك يا عبد الرحمن. قبل أن أعود إلى ضيفي لدي المزيد. معي من كينيا ألور عبد الله. أمير عبد الله، تفضل يا أمير. أختي ما يصير ما يحدث في الصومال أمير، مجزرة حقيقية لأطراف متحاربة. يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. أعتذر منك يا أمير وأنتقل إلى الدوحة ومعي من هنا ناصر محمد علي. السلام عليكم أختي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ السؤال اللي بدأ الأخ الضيف، لأنك أهل مكة أدرى للشعب يعني. فنحن نعرف الشعب الصومالي كلنا. المشكلة الصومالية بدأت عام 1983 وليس 1901 مثل ما قال الضيف العزيز. فالمشكلة الصومالية ليس مشكلة كاملة في الصومال. أنت مواطن صومالي يا ناصر؟ نعم أنا مواطن صومالي ومتابع قضية الصومالية من 1993 تقريبا 91 عندما بدأت الحرب الأهلية في الصومال. المشكلة ليس الصومال كلها، المشكلة هي عاصمة مقديشو، خاصة في مدينة مقديشو فقط، وخاصة قبائل الهوية. وأخ الضيف يعرف المشكلة بدأت من وين. فأسأل الأخ الضيف اللي عندك، هل هو متحدث لحكومة، وهل هو ضيف لعالم إسلامي، هل هو يعرف القضية الصومالية؟ سؤالي هو هل الشيخ شريف والشيخ حسن داهر أويس مثل ما كانوا محمد فارح عيديد وعلي مهدي عندما بدأت المشكلة الصومالية عام 1991؟ هذا سؤالي. يعني هل هم بمعنى انهم تحولوا لامراء حرب؟ عادة الصومال من عام 1991 هي قبيلة الهوية، ليس أي حاجة ثانية. شكرا جزيلا لك يا ناصر. من الصومال معي سلمان عبد الرحمن. تفضل يا سلمان. نعم، صوتي مسموع؟ مسموع يا سيدي، تفضل.
تحية إلى الجزيرة وإلى أختي الفاضلة شكرا. راسلة وإلى الدكتور سعيد. حياك الله. نسمعك سلمان، تفضل. نعم تفضل. يعني مشكلة الصومال يعني نحن فيها ونعرف ما يجري فيها، أن هناك حكومة انتقالية وأشخاص معينة معارضة بينهما علاقة، ويعني هيئة العلماء الصومال دعت إلى التحالف وإلى السلام، وأقبلت الحكومة وأبت المعارضة. لدى شعب الصومال يرى هذه القضية أن الحكومة تحتاج إلى يعني مساعدة دولية لإعادة السلام وإقرار الأمن في الصومال، ونرجو من طيب يا سلمان أنت استمعت إلى ضيفنا وأنت تحدثنا من الصومال. الدكتور تحدث عن بعض الأشياء على الأرض بخصوص التأييد أو عدم التأييد أو ما إلى ذلك. هل لك ما تضيفه على كلام الدكتور باعتبار القاعدة التي أقرها هو أهل مكة أدرى بشعابها؟ أؤيده حقيقة بفكر الدكتور سعيد وإلى ما يقول وهو الحقيقة. شكرا جزيلا. نعم. لك يا سلمان. من الصومال كذلك معي محمد نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا تحياتي على هيئة علماء الصوماليين والمثقفين ورئيسها في المهجر التي وللأسف الشديد لا تعرف الطريق إلى الصومال، والتي لا تعرف التفريق حتى بين المؤمن وغير المؤمن في مسائل بسيطة مثل مسألة الصومال. سؤالي للشيخ المحترم: يا شيخي، ماذا تعني بقولك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما؟ يا شيخي، متى أصبحت القوات الأوغندية والبروندية التي تحتل أرضنا بقوة النار والحديد من المؤمنين؟ متى أصبحوا من المؤمنين؟ ألا تعرف يا شيخ أن هذه القوات تدين بالديانة المسيحية؟ سؤالي يا شيخ: أنت يا شيخ أشدت بدور المنظمة التي تسمي نفسها بإيجاد، التي سمحت للقوات الإثيوبية المحتلة أن تغزو بلادنا وتبيد الأخضر واليابس، وتدعو وللأسف يا شيخي جميع المنظمات مثل الجامعة العربية أن تتخذ مثل ما اتخذته منظمة إيجاد. يعني هل تريد جميع المنظمات العالمية أن تؤيد قوات مثل إثيوبيا أن تحتل أرضنا وتقتل أبناءنا وتنهب أموالنا وتبيد الأخضر واليابس في بلادنا؟ ما لكم كيف تحكمون يا جماعتي يا أيها العلماء؟ شكرا جزيلا يعني لك محمد نور. أشكرك شكرا جزيلا. وأعود من السويد معي محمد أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمعونني جميعا؟ نعم تفضل. نعم، عندي مداخلة بسيطة وليس سؤال. حبيت أوضح فكرة معينة، إنه الشعب الصومالي أو القضية الصومالية الحالية جذورها قديمة مثل ما تفضل الأخ من قطر أتصور. بدأت في نهاية السبعينات منذ سيطرة محمد سياد بري على الحكم إلى أن حصلت الحرب الأهلية في عام 91 وسقط النظام في مقديشو وتشتت الشعب الصومالي.